اللي فاتك ما كانش ليك، واللي خسرته كان رحمة، واللي اتأخر عليك هيوصلك في ميعاده. خليك دايما واثق في أمان ربنا، حتى لو الدنيا ماشية عكس اللي انت كنت عاوزه. ربنا بيختار لك اللي يريح قلبك، حتى لو انت لسه مش فاهم. اللي راح منك ما كانش ليك. هو انت ليه زعلان؟ علشان كنت شايف أمان كتير، بس الحقيقة إنه ما كانش أمان. ربنا شاله منك، شاله علشان يحفظك، علشان اللي انت كنت شايفه راحة كان تعب كبير جدا. اللي راح ربنا بعده، مش هو اللي اختفى. وسؤالي ليك دلوقتي، تفتكر لو كان فضل، يا ترى حياتك كانت هتبقى أحسن ولا أوحش؟ مم. ربنا شالك منه علشان يرحمك. هو مشي ليه؟ علشان ربنا شالك منه قبل ما يكسر فيك أكتر. كنت شايف أمان، بس الحقيقة إنه كان وجع لسه متأجل. ربنا أنقذك، أنت مش واخد بالك على فكرة. اللي اختفى كان ستر مش فقد. وسؤالي ليك، إيه الحاجة اللي كنت بتجري عليها ولما راحت منك حمدت ربنا إنها راحت وقلت الحمد لله؟ ده بعد ما شفت واتعلمت. اللي اتأخر لسه في الطريق. هو ليه لسه ما جاش؟ علشان لسه ما جاش على مقاسك. اللي مستنيه ما ضاعش منك، بالعكس، هو جاي بس في وقته الصح. واللي اتأخر اتأخر علشان يكملك، مش علشان يكسرك. وسؤالي ليك دلوقتي، لو الحاجة اللي انت مستنيها جاتلك بس في وقتها اللي فات، يا ترى فعلا كنت مستعد ليها؟ كلامي النهاردة موجه لكل فقد، لكل ألم، لكل احتياج، لكل معنى بيصرخ جواك وبياخدك لبعيد. ركز معايا، لأن الرسالة النهاردة ليك انت، ليكي انت. لما الدنيا تمشي عكسك، صحيح، ليه كل حاجة ماشية بالعكس؟ علشان ربنا بيعدل مسارك من غير انت ما تحس. الدنيا مش ضدك على فكرة، هي بتوصلك بس من طريق انت ما كنتش شايفه. ودايما الخطة الإلهية أدق، حتى لو كانت عكس اللي انت عايزه. سؤالي ليك دلوقتي، ايه الموقف اللي انت شفت فيه خيبة أمل وطلع هو نضجك وعدل طريق حياتك، خلى مسارها أفضل وأسعد؟ مم. قلبك مش دايما فاهم، بس ربنا عنده العلم. مم. قولي صحيح، هو انت ليه مش مرتاح على الرغم ان انت اخترت بإيدك اللي انت فيه دلوقتي؟ عارف ليه؟ علشان مش دايما القلب بيعرف يختار لنفسه. ربنا سبحانه وتعالى ساعات يشيل عنك حاجات بتحبها ويحط قدامك اللي فعلا يريح قلبك. فما تزعلش من الاختيار اللي مكملش. ربنا بيبعد عنك تعب انت كنت هتغرق فيه بإيدك. تخيل لما تغرق نفسك بإيدك، لما تغرقي نفسك بإيدك. سؤالي دلوقتي، امتى حسيتي ان اللي قلبك كان عايزه مش هو اللي كان ينفعك؟ مش هو اللي كان ينفعك؟ تعالوا نرد على بعض في الكومنتات ونعرف كل واحد فينا لمس ايه من المعاني دي.